الماغنوم اللي كتاخدوه ب30 درهم جبتو ليكم باقل من 10 دراهم، كيعطي كميه كبيره كريمي، المذاق ديالو بنين بالكراميل. تبعوا الفيديو الاخير. غادي نحتاج هنا نصف لتر ديال الحليب، معلقه عامره ديال النشا، فلون بنكهه الكراميل، سكر حسب الرغبه، واصفر بيضه. نخلطو مزيان على عافيه مهيله حتى يعقد لينا الخليط. من بعد غادي نضيف صوص كراميل، كتبقى اختياريه، ممكن تضيفوا ياغورت بنكهه الكراميل وياغورت بنكهه الفاني. غادي نحرك مزيان، من بعد غادي نديرو في واحد البول وندخلو المجمد من ساعه ديال مكانه حتى لساعتين، غير يعقد ليا ويشد راسو ونخرجوه. وما تنساوش الا وصلتوا حتى لهنا وعجبتكم الوصفه تبارطاجيوها مع صحابكم، تخليو لايك وكومونتير زوين. من بعد فاش عقاد غادي نطربوه هكا بشويه غير بالطراب اليدوي، ونكبوه في القوالب ديالنا، نخليوه في المجمد من 4 سوايع حتى الليله كامله. نقطعوه ونديروه في شوكولاته. هنا درت انا شوكولاته بالحليب، نغمسوه فيه هكا مزيان، وبصحه والراحه.